مصر الفرعونية، ودي نقطة أنا جايبكم عشان مفيش حاجة اسمها مصر الفرعونية، هي مصر القديمة. إنما كلمة فراعنة في فرعون كاسم اللي هو كان، يعني الكل يعني معظم العلماء يقولوا إنه كان من الهكسوس. إنما كصفة نطلقها على الملوك وعلى مصر لا، هي اسمها مصر القديمة، الحضارة المصرية القديمة. إنما ما فيش حاجة اسمها الحضارة الفرعونية ولا الكلام ده كله. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن كلمة فرعون يعني اسم سيء السمعة، لأن هو من الناحية الدينية سيء السمعة. فأنا أجي أجيب الاسم ده وأصف بيه الملوك كلهم وأقول دول فراعنة وبتاع، لا غلط. ومين السبب في الحكاية دي كلها؟ هو فلاندرز بيتري، واحد من علماء المصريات الإنجليز، جاب كلمة كده من القاموس المصري القديم، والقاموس ده فيه 4 مليون كلمة. فكلمة البيت العالي أو بيت الحاكم اسمها برعا، فقال برعا ممكن تبقى فرعا، وفرعا ممكن تبقى فرعو، وفرعو تبقى فرعون، وإذا الملوك كلهم فراعنة. مع إن عندنا شنرن اللي هي الخراطيش، اللي هي التحويطة، اللي هي فيها اسم الملك وصفاته كلها. مفيش ملك له صفة من صفاته اسمه فرعون. فأنت جايب الكلمة دي من عندنا. فأرجو اللي بيسمعني بعد كده هو يعرف إن كلمة مصر الفرعونية لا، إنما هي مصر القديمة أو مصر المصرية، سميها زي ما تسميها، إنما فرعونية لا. في فرعون كملك كاسم، إنما مفيش فراعنة كصفة.